أجرى المنتخب الجزائري آخر حصة تدريبية له قبل مواجهة تونس وسط غيابات بارزة على غرار المهاجم العربي هلال سوداني والحارس رايس مبولحي. مفادنا إلى فرانسفيل بلال جيزة وتفاصيل أوفى. هكذا بدت معنويات لاعبي المنتخب الجزائري في آخر حصة تدريبية لهم بملعب مواندا قبل المباراة المرتقبة أمام تونس في الديربي المغاربي الذي ينتظره الجميع. هذه الحصة التدريبية شهدت غياب المهاجم العربي هلال سوداني والحارس رايس مبولحي بسبب الإصابة، فيما عاد المهاجم إسلام سليماني للتدرب مع المجموعة بعدما اكتفى بالركض في الحصة التدريبية الماضية. أما المدافع فوزي غلام فغادر الحصة التدريبية بعد 20 دقيقة من انطلاقها. السوداني بالنسبة لحالة اللاعبين، السوداني حالته سيئة، هذا أمر مؤكد. للأسف رايس مبولحي أيضا مشكوك في مشاركته، وسنعول في حال تأكد ذلك على مالك الذي لحسن الحظ لعب مباراتي موريتانيا الوديتين وبالتالي له الخبرة الكافية. الأجواء كانت رائعة داخل المجموعة، والحارس مليك عسلا بدا جاهزا لدخول غمار المنافسة الرسمية. هناك الكثير من النقاط يجب تداركها على غرار الأخطاء الدفاعية التي كلفتنا غاليا، لأن الجميع يعلم أنه لديه إمكانيات رائعة في الهجوم وبإمكاننا تسجيل الأهداف، لكننا يجب ألا نتلقى أيضا، لأن ذلك سيعقد الأمر على الفريق ككل. في غياب المهاجم العربي هلال سوداني والحارس رايس مبولحي، أجرى المنتخب الجزائري آخر حصة تدريبية له استعدادا للديربي المغاربي أمام تونس. بلال جيزة، بي إن سبورتس، فرانسفيل.